تخيلوا كده معايا جمبري باتر فلاي ولا طاجن مكرونه وايت صوص بالجمبري، ويا سلام على الجمبري الجامبو الكريسبي. كل ده هتلاقوه عند ابو سما. نبدا بالشوربه عشان تدفينا. دي شوربه جمبري بالقشره خطيره، بس اللي ما تتفوتش فعلا شوربه السي فود بالكريمه، بجد مش متخيلين جمالها. عندهم كمان شوربه جمبري بالبطارخ، هي تقيله بس هتدفيكوا في الشتاء. ده طاجن مكرونه وايت صوص بالجمبري وغرقان بالجبنه. لا بجد شايفين شكله عامل ازاي؟ انا متاكده اني هروح عندهم تاني مخصوص عشان الطاجن ده. لو عايزين حاجه اخف شويه، دي فوتوتشيني وايت صوص بالجمبري، بجد كريمي جدا، من الحاجات اللي عجبتني قوي عندهم. الجمبري الباتر فلاي طعمه في حته تانية، مش اي مكان بيعمله حلو، بس بجد جربوه هناك هيعجبكم. ولو انتوا رايحين كذا فرد، انصحكم بصينيه القاروص بالبطاطس والكريمه. شايفين بجد البطاطس كريمي ازاي، وتتبيله السمك خطيره. ده بقى الطبق اللي بينزل في القلب على طول، جمبري جامبو كريسبي، الجمبري متبل حلو قوي. وده طاجن جمبري ريد صوص بالتتبيله بتاعتهم الرهيبه، بصل بقى وطماطم. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد لما